ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده معانا طاقة جديدة ومعانا رسالة جديدة. بس خليني اقولك ان انا من اخر اوديو حسيت ان طاقتكم محتاجة حاجة مختلفة شوية زي اللي عملناها المرة اللي فاتت. يعني احنا الاول هنتكلم مع بعض عن الطاقة واشرحها، وبعد كده في الاخر هختم معاكم استرسال من روح الحبيب او الشريك او ايا كان الشخص اللي في بالك دلوقتي، لان انا حاسه ان طاقتكم مش مستعده تسمع كلام طويل بعد الرساله. انتوا محتاجين تسمعوا اللي جوه الشخص ده وخلاص. علشان كده هنمشي مع بعض على حسب الطاقه، وهنسيبها هي اللي توجهنا. اوكي، يلا دلوقتي هنتكلم في الطاقه وبعدين نقول الرساله. انا وانا بقرا طاقتكم حسيت ان في حد فيكم قاعد دلوقتي كده قلقان، قاعد بيفكر مستني رد على موضوع معين، او ممكن يكون مستني رد من شخص او من شغل. في حاجة كده انت مستني منها رد، والرد ده اتأخر عليك شوية فده عمل لك قلق. في ناس منكم بقى عايزين تخلصوا ورق المفروض يخلص معاكم، او في بيانات محتاجينها المفروض تجيلكم، او هتمضوا عقد والعقد ده متأخر عليكم شوية، او ورق سفر. ايا كان انا شايفة ان في الحاجة المتعلقة دي هي تخص مستقبلكم. انتوا حاسين ان الدنيا مش ماشية معاكم زي ما كنتوا متخيلين، او في بطء كده والطريق حاسين ان في عرقلة شوية. طيب خليني اقولك الحاجة اللي محتاجة فيها مشوار، او محتاجة ان انت تتحرك كده علشان تعملها. شايفة ان في منكم ممكن تكونوا بترموا الشيء ده على حد يخلصه لكم او حد يعمله لكم. فالطاقة بتقولك هنا ان حضرتك انت اللي لازم تتحرك تجاه الشيء ده، وانت اللي لازم تخلصه، ما ترميهوش على حد. طيب الناس اللي عمالة تسوف تقول بكرة هعمل، بعده هعمل، لا كمان ساعتين، لا انا لسه معايا وقت. الطاقة دي بتتقل اكتر وبتأخر اكتر. لو حاجة المفروض تخلص دلوقتي، معلش لو هتتعب فيها او هتيجي على نفسك شوية، بس محتاج تخلصها، لان طاقتك مش مستحملة عرقلة او مش مستحملة تأخير اكتر من كده. تمام. شايفة ان في ناس كمان محتاجين تحصنوا نفسكم الفترة دي كويس قوي، محتاجين تكتموا على حاجة انتوا بتعملوها او بتفكروا تعملوها. شايفة ان انتوا عندكم حماس تجاه الحاجة دي، فرحانين بيها، او حاجة جات لكم، حاجة حصلت او انتوا عارفين ان هي تحصل معاكم بعد فترة. فياريت ان انتوا ما تقولوش او ما تذيعوش بقى الخبر ده دلوقتي لحد ما تتم معاكم على خير ان شاء الله، لان انتوا ناس حساسين جدا للطاقة. وممكن الحد اللي انت بتحكي له ده غصب عنه يعني ممكن يعمل لك طاقة تقل كده او طاقة تأخير، وانتوا مش ناقصين يعني. تمام. فخلي الامور تمشي معاك بهداوة كده وخلي الطاقة تبقى خفيفة معاك. بس مش مطلوب منك كلام كتير عن الحاجة اللي انت عايز تعملها او الحاجة اللي انت فرحان بيها او بتفكر فيها عامة. لان اللي انا شايفاه ان مرحلة التقل اللي معاك دي هي فترة وهتعدي، مش هتطول معاك، يعني هي مرحلة صغيرة مش طويلة. ممكن تحس ان الحاجة متأخرة شوية، لكن فجأة هتلاقوا ان الامور اتفتحت معاكم بطريقة سهلة وما كنتوش برضو متوقعينها. فالمطلوب منك ان انت صبر شوية، وفي الوقت المناسب كل حاجة هتتيسر. تمام. كمان حاسة ان في طاقتكم ان في حد منكم منتظر كده بقى، انه يرجع لك حقك او يترد لك حقك. انتوا مستنيين كرمة تحصل لشخص. الشخص ده بقى ايا كان مين هو، ولكن الشخص ده اذاك او سبب لك في يحصل لك انه قلبك يتكسر. فانا عايزة اقول لك ان الكرمة بتيجي في وقتها. يمكن انت ما تشوفش ده بعينك حالا في الوقت الحالي، بس صدقني الحق عمره ما بيضيع. اوقات ربنا ممكن يخليك تشوف حقك بعينك، واوقات ربنا يطمنك او يطمن قلبك ان كل شيء بيرجع لك، او يعوضك في جانب تاني في حياتك يخليك تنسى الشخص ده ويخليك تنسى انك مستني حاجة تحصل له. فخلي تركيزك مش على انتظار الكرمة للشخص ده، ولكن خلي تركيزك على انك تبني حياتك وتستعيد قوتك.
لان لما تسيب اللي ظلمك وتاخد انت خطوات تجاه نفسك وتاخد خطوات لقدام في حياتك، بيكون اقوى انتقام من غير ما تعمل اي حاجة. تمام؟ دي طاقتكم انتوا. طيب اللي ظاهر قدامي بقى في طاقة الشخص ده، ان انا شايفة ان الشخص ده دلوقتي محاصر في دايرة طاقية تقيلة جدا، طاقة مليانة ندم، طاقة مليانة تأنيب ضمير. شايفة ان الشخص ده بيعمل محاولات كتير للهروب من الحقيقة، ولكن المحاولات دي بتفشل في الاخر. الشخص ده دلوقتي عايش في موجة كده بتهزه من جواه لدرجة انه مش قادر يتهرب منها، حتى لو حاول يمثل قدام الناس انه كويس وان كل اموره ماشية تمام، ولكن هو من جواه متأكد انه مفيش حاجة ماشية تمام. شايفة ان الشخص ده عنده مشاكل في حنجرة عنده في الحنجرة، في الشخص ده شايل حمل كده، عنده مشاعر مكبوتة، عنده ندم على المواقف اللي خانك فيها، اللي خان فيها وجودك او تخلى فيها عنك. شايفة عنده الحنجرة مقيدة شوية، عايز يعترف، عايز يتكلم، عايز يقول انا غلطت، ولكن الخوف والضعف كاتمين صوته. طيب الطاقة دي كمان بتقول ان في كارما فعلا بتحصل له دلوقتي. آه، كل حاجة عملها بتتردله دلوقتي الوجع اضعاف، وكأن اللي كان بيشوفه زمان عادي دلوقتي بيشوفه كبير قوي، وانه مستحيل حد يستحمل ده. وخليني اقولك بقى ان انا هنا شايفة اكتر من سيناريو، اوكي؟ لان طبعا مش كلكم حاصل معاكم نفس الموضوع. لا، انا شايفة ان في حد منكم هنا انتوا كنتوا متزوجين بالفعل، وكان في بينكم اولاد، يعني كان انتوا كنتوا اسرة، ولكن الشخص ده تخلى عنكم، تخلى عن اولاده، تخلى عن مسؤوليته تجاه الاسرة دي وتجاهك. شايفة ان الشخص ده كان رامي كل الحمل عليكم لوحدكم، وهو عارف كويس ان هو عامل كده. الندم ده دلوقتي يعني بيكوي قلب الشخص ده، انه ضيع دوره كأب، ضيع دوره كشريك. الشخص ده شايف ان هو ما كانش سند ليك الحقيقة. انا مش عارفة هو وجعكم ازاي في العلاقة دي، ولكن اللي ظاهر لي ان هو ما كانش قد المسؤولية دي، ما كانش اب كما يجب، وما كانش زوج كما يجب. آم، دي طاقة تخص ناس، وفي طاقة تانية تخص ناس تانيين، بتقول ان العلاقة بينكم ما كنتوش، يعني ما وصلتوش لزواج، ولكن كان في وعد بالارتباط، كان في وعد جاد بالزواج. يمكن اصلا الشخص ده جه واتكلم مع اهلكم وخدتوا خطوات فعلا تجاه ان يبقى في زواج، ولكن فجأة الشخص ده انسحب خالص من حياتك. وكتير منكم انتوا عارفين ان الانسحاب ده جاي بسبب ضغط او بسبب تدخل اطراف تالتة. وانا هنا حاسة ان الاطراف التالتة دي هي طاقة ام مسيطرة جدا، ام كانت بتوجه وبتفرض عليه اختيارات هو مش عايزها، واختيارات بيختارها مش نابعة من قلبه. شايفة ان سيطرتها كانت قوية جدا لدرجة انها اثرت على حياته العاطفية معاكم وعلى قراراته معاكم. انا شايفة ان انتوا كنتوا ضحية للشخص ده للطرف الثالث، انتوا كنتوا ضحية في النص هنا. في طاقة تالتة معايا ان كان في بقى انتوا متزوجين فعلا، بس انا مش شايفة اولاد في الموضوع، ولكن شايفة ان الزواج ده مكملش، او ان حصل طلاق، حصل انفصال بسبب برضو الشخص ده كان شخصيته ضعيفة معاكم، يعني كلمة بتوديه وكلمة بتجيبه، حد يقول له كلمة يشحنه من ناحيتكم، ويحصل بقى خناقات ويحصل مشاكل. انا شايفة ان في حد كده كان متسلط عليكم انه يبوظ صفو العلاقة بينكم. مش عارفة بقى دول اهل، اصدقاء، غيرة، مهم ان في حد وصل العلاقة دي للانفصال. الشخص ده شايف دلوقتي انه بيفتكر دلوقتي ان كل ده كان غلط، وانه ضيع علاقة كان ممكن تبقى اهم علاقة في حياته. طيب كل السيناريوهات دي بتجمعها طاقة واحدة دلوقتي. ايه هي الطاقة دي؟ هي طاقة ندم عميق
خوف من المواجهة. هو مش بس ندمان عشان العلاقة دي راحت، هو ندمان لانه بقى شايف نفسه بصورة ضعيفة، شخص هرب، شايف نفسه شخص ما كانش قد كلمته، شايف نفسه شخص ما كانش سند. خليني اقولك ان دلوقتي هو عايش في حالة طاقية كده اسمها mirror energy، او طاقة المراية. شايف فيكي صورته اللي مش قادر يواجهها. كل مرة يفتكرك او يفتكر موقف بينكم بيرجع يشوف كل اخطائه متجسدة قدامه. طيب الخلاصة الطاقية دلوقتي هقولك ان الشخص ده بيعيش اصعب مراحل داخلية، وهي طاقة ندم، طاقة كارما بيتردله دلوقتي الوجع اضعاف، طاقة مراية، لما بيفتكرك بيشوف نفسه الحقيقية، بيشوف كل الأخطاء اللي عملها معاك. الطريق الشخص ده مش شايف طريقه دلوقتي بوضوح، مش لاقي الطريق اللي يوصل منه للتحرر أو المواجهة. الشخص ده بيلف دلوقتي كده في دايرة لوم، جلد ذات، وفي نفس الوقت خايف يواجهك باللي جواه، خايف يواجهك يقولك انا غلطت في حقك وعملت كذا وكذا وكذا. دي مش سهلة عليه دلوقتي. فدي كانت الطاقة اللي هو عايش فيها حاليا. لو انت مستني خطوة من الشخص ده دلوقتي فانا اسفة بقولك مش ما تستنيش منه حاجة دلوقتي. ولكن اللي هقولهولك والمهم تركز معايا فيه دلوقتي، انه خليك واخد بالك ان الفترة دي لازم تفصل طاقتك عن طاقته خالص. الشخص ده عايش دلوقتي في ندم وتعب وتأنيب ضمير، واللي بيحصل ان ده بيتسرب لك من خلال الرابط الطاقي بينكم. ممكن تلاقي نفسك فجأة بتعيط من غير سبب، بيحصل لك بكاء، عينيك بتدمع، او تحس ان قلبك بيتقبض كده فجأة من غير اي موقف بيدل او موقف يستدعي قبضة القلب دي. ده بيخليك تخاف او يخليك متلخبط او بيخليك تحس ان انت تعبان. انا بس عايزه اقولك ان الاحساس ده مش بتاعك، دي طاقة الشخص ده. انت محتاج دلوقتي تهتم بنفسك اكتر، تركز على نفسك اكتر بقى، تركز على شغلك، تركز على صحتك. المهم ان انت تشغل نفسك وتشغل بالك بعيد عن تفكيرك في الشخص ده خالص، وبعيد عن طاقة الشخص ده خالص. ابعد عن طاقته دلوقتي، سيبه يواجه نفسه ويتعامل مع اللي جواه. لكن انت ما تشيلش فوق طاقتك، ما تشيلش طاقة شخص تاني معاك، وخصوصا لو طاقة سلبية. لو حسيت ان الموضوع تقيل عليك اعمله تمرين التنفس، لانه بيفيد كتير والله وما بياخدش منك حاجة. وتقول لنفسك كده وانت بتاخد النفس ده، انا برجع طاقتي ليا وبفصلها عن اي حد تاني. خليك فاكر لما يجيلك الشعور بالتقل ده او بالبكاء او بالقبضة دي، ان دي مش طاقتك انت، مش شعورك، مش بتاعك، ده يخص حد تاني. تمام. دي النصيحة بتاعتكم النهاردة، ودي طاقة الشخص ده. ويلا دلوقتي ناخد نفس عميق ونقعد في مكان هادي ونسمع الشخص ده. لو روحه دلوقتي بتروح لك او بتكلمك دلوقتي فهو عايز يقولك ايه. انا يمكن طول عمري هفضل الوم نفسي على اللي عملته معاكي. انا كنت عارف انك شايلة احلام كبيرة للعلاقة دي، كنت شايفة فيها الامان اللي عمرك ما لقيتيه في حد. وانا للأسف كنت السبب في اكتر خيبة جاتلك. انا وعدتك اني هكون موجود، وعدتك اني مش هسيبك، وعدتك اني هنكمل مع بعض للآخر. حتى طلب الزواج لما طلع مني ما كانش هزار، لكن انا عارف اني كسرت الوعد ده. كأني كنت ببيعك. اللي وجعني اكتر اني عارف انك ما كنتش تستاهلي ده.
ولا كان من حقي اديكي امل وبعدين اخليه رماد؟ اللي عملته ما سابش بس جرح معاكي انتي، ده ساب جرح جوايا انا كمان. ويمكن ما تعرفيش، بس انا عمري ما ارتحت مع اي حد بعدك. بالعكس، كل خطوة خدتها بعيد عنك حسيتها حمل تقيل عليا. انا كمان بشوف نفسي في مراية تانية، بشوف نفسي راجل اتخلى عن اللي بيحبوه، راجل موقفش جنب ولاده، راجل ساب بيته يتهد. انا اتخليت عنك في وقت ما كانش المفروض ابدا ابدا اكون سبب في دموعك. الندم ده بقى صاحبي، بيفضل معايا طول اليوم، بيصحيني من النوم. يمكن اتأخرت ويمكن ضيعت فرصتي، بس انا ما اقدرش اكمل حياتي وانا بنكر اني جرحتك. انا معترف، انا جرحتك، اديتك امل وكسرت وعدي، واني كنت سبب حزن عمرك ما كنت تستحقيه.